بيكم. في إحساس كده أعتقد كلنا جربناه، وجع في البطن بيجي فجأة ومن غير سبب واضح. النهاردة بقى هنكشف السر ورا العلاقة الغريبة دي اللي بين المعدة والمخ، علاقة ممكن قوي تكون هي مفتاح حل لمشاكل كتير بتقابلنا كل يوم. طيب خلينا نسأل سؤال مباشر كده. يا ترى إيه السبب الحقيقي لوجع البطن اللي بيتكرر ده؟ يعني دايما أول حاجة بتخطر على بالنا كلنا هي الأكل. أكلنا إيه غلط؟ بس المفاجأة بقى إن المصدر بتاعنا بيقول إن مش دايما السبب هو الأكل، لأ، ده أحيانا السبب الحقيقي بيكون جاي من المخ نفسه. ودي بصراحة معلومة ممكن تغير نظرتنا لصحتنا كلها. وده بقى بياخدنا لأول نقطة، الإحساس بالألم اللي ملوش سبب واضح. يعني كتير مننا بيحس بتقلصات أو مشاكل في الهضم ومش بيبقى عارف يربطها بأي أكلة معينة. حاجة فعلا محيرة ومتعبة قوي. طيب إزاي ده بيحصل؟ إزاي المخ يسبب وجع في المعدة؟ هنا بقى بنقابل بطل القصة بتاعتنا. في زي طريق سريع سري كده جوه جسمنا، اسمه العصب الحائر. العصب الحائر أو الفيجاس نيرف ده أطول عصب في الجسم كله. ممكن نتخيله فعلا كأنه طريق سريع للمعلومات، بيربط المخ بمجموعة كبيرة جدا من الأعضاء الحيوية. والطريق السريع ده بقى ليه مخارج ومحطات كتير قوي، بيعدي على القلب والرئة. بس المحطة اللي تهمنا قوي في كلامنا النهاردة هي الجهاز الهضمي والأمعاء. ودلوقتي نيجي للنقطة الأهم، الرسائل اللي رايحة جاية بين العقل والمعدة. إزاي المخ والمعدة بيكلموا بعض عن طريق العصب الحائر ده بالذات؟ خلينا نبدأ بأول رسالة، ودي أغلبنا حس بيها أكيد، الرسالة اللي جاية من المخ للمعدة. لما الواحد بيحس بقلق أو توتر، المخ بيبعت إشارات وهرمونات زي الكورتيزول عن طريق العصب الحائر، والنتيجة ألم وتقلصات في المعدة. ونفس الكلام لما الواحد بيكون تحت ضغط عصبي شديد، كتير مننا بيلاحظ إن الهضم بيتلخبط خالص وممكن الشهية تتقفل تماماً. كل ده تأثير مباشر للإشارات اللي المخ بيبعتها للجهاز الهضمي وقت التوتر. وهنا بقى بتيجي أهم حتة، الموضوع طلع مش طريق اتجاه واحد، لأ، دي علاقة رايحة جاية. يعني زي ما المخ بيأثر على المعدة، المعدة كمان بترد عليه وبتبعت له إشارات. بمعنى لما الجهاز الهضمي بيكون تعبان أو ملتهب، هو كمان بيبعت إشارات للمخ عن طريق نفس العصب الحائر. والإشارات دي بتترجم في المخ على شكل إيه؟ قلق، توتر، ومزاج مش تمام. طيب فهمنا للعلاقة المزدوجة دي بيفتح لنا الباب لخريطة جديدة خالص للعلاج. مادام المشكلة مش بس في الأكل، يبقى أكيد الحل مش هيكون في الأكل وبس. علشان كده علاج مشاكل زي القولون العصبي أو اضطرابات الهضم عموماً ما ينفعش يكون مجرد نظام أكل صحي وخلاص. لا، دي خطوة واحدة بس من ضمن خطوات تانية كتير لازم تتعمل. العلاج الكامل إذن لازم يشتغل على الثلاث محاور مع بعض. أول حاجة الحالة النفسية، تاني حاجة تهدئة الجهاز العصبي نفسه، وتالت حاجة إننا نزود وعينا بالإشارات اللي جسمنا بيبعتها لنا. طيب تمام، بعد ما فهمنا كل ده، إيه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ يعني إزاي نبتدي نطبق الكلام ده بشكل عملي في حياتنا؟ وهنا بقى المصدر بيختم كلامه بوعد مهم قوي ومشوق جدا. بيقول إن في المرة الجاية هنعرف إزاي نهدي العصب الحائر ده بخطوات بسيطة جدا. وده طبعا بيخلينا كلنا متحمسين نعرف الحلول العملية للمشكلة دي. إزاي ممكن نعمل كده؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض المرة